افريقيا وقوع الرجاء مع الاهلي المصري انا شايفه بالنسبه لي اسهل حل، لان الرجاء الموسم ده بيقدم مستويات ضعيفه. الدوري المغربي بعد 20 ماتش هو المركز الرابع، خسر 5 مرات وتعادل 6 مرات، يعني عامل 11 اخفاق من 20 ماتش. سجلوا 23 جون واستقبلوا 15 جون، وهو واحد من اضعف خطوط الدفاع اللي في الدوري المغربي. وافضل مركز متوقع يوصلوا له الموسم ده هو المركز الثالث. الرجاء فعليا صعد الموسم دوت بسبب ضعف المنافسين بشده في المجموعه بتاعته، مش قوه الرجاء يعني. ومن حسن حظه انه وقع في مجموعه فيها فايبرز وسيمبا التنزاني وحوريه الغاني. انا مش قادر افهم الناس اللي كان نفسها بقى في الترجي، اللي السنه دي في الدوري هو مركز اول، 9 فوز و4 تعادلات وهزيمه وحيده. اقوى خط هجوم في الدوري التونسي ب 25 هدف، واقوى خط دفاع استقبلوا 8 اهداف فقط، وصعدوا من مجموعات دوري الابطال مع وجود فرق قويه جدا في المجموعه زي المريخ السوداني وشباب بلوزداد والزمالك المصري. على فكره لو كان الرجاء هو اللي وقع في المجموعه دي انا اعتقد انه كان ممكن ما يصعدش. انا كلامي